ها وبعدين حصل ايه؟ باي باي يا منى، انا نازل. استنى. طب يا ماما انا هطلبك بعدين، مع السلامه. لا ما حصلش حاجه، هطلبك تاني. ايه ده يا استاذ؟ في ايه تاني؟ لزومه ايه المنديل اللي في جيب الجاكيته ده؟ ملوش لزوم، نعينه. تعينه تخليه ما تفرقش معايا، انما لزومه ايه تزود الشياكه وتلمع نفسك بالشكل ده؟ ألمع ايه والشاكت ايه اللي زياده؟ ما هي بدله عاديه زي بقيه البدل. ورايح فين بالبدله العاديه اللي زي بقيه البدل يا حبيبي؟ رايح العياده يا حبيبتي. وهي العياده مش مليانه ستات يا حبيبي؟ ما هو عشان ابقى دكتور ناجح لازم تتملي ستات يا حبيبتي. ودمي انا يتحرق يا حبيبي، مش كده؟ وبعدين يا منى في الغيره المره اللي عايشين فيها كل يوم دي. انا مش بغير، انا ست قويه وليا شخصيه. غايته ما هناك اني ما احبش اعرف انك بتكلم اي ست او بتشوف اي ست او بتقابل اي ست. وما تنساش يا استاذ ان احنا حبينا بعض واتجوزنا من العياده. ما هو كمان مش معنى كده ان صاحب كل واحده تجيلي العياده. يا منى يا حبيبتي، الانسان ما بيحبش غير مره واحده في حياته، وبالنسبه لي المره دي كانت حضرتك. والله العظيم حضرتك، ولا فيش غير حضرتك. وارجوكي تفهمي حضرتك انها تخف عن حضرتي، لان حضرتي هيفرقع بسبب حضرتك. ما تحاولش تخدر اعصابي بكلام لا يودي ولا يجيب. انا عارفه ان الرجاله عينهم فارغه وما بيرضوش بست واحده. وما تنساش يا استاذ اللي حصل لسناء بنت خالتي وجوزها. وهو المفروض ان اتحمل لعنه كل راجل يغلط في الدنيا؟ ثم انت ليه بتخلي حالات الجواز الفاشله قدام عينيكي باستمرار لدرجه انك ما بقيتيش تشوفي غيرها؟ ما هو انا لازم اخليها قدام عينيا عشان اعمل حساب اليوم زي ده قبل فوات الاوان. بالطريقه دي عيشتنا هتبقى هباب في هباب، واخرتها كل واحد فينا هيقدم استقالته للمأذون. مسعود جزمتك يا حبيبي. يا اخي حاجه غريبه البيت بتاعنا ده، كل يوم ينزل يتخانق مع مراته وينزل من غير جزمه وهي ترميها له من البلكونه. أرجوك يا دكتور طمني، أنا خايفة قوي ما بنامش. صدقيني يا ست هاني مفيش حاجه تستحق الخوف، كل الحكايه شويه تعب اعصاب زي ما بقول لك دايما. أعصاب؟ وهي الأعصاب تعمل في قلبي كده يا دكتور؟ ساعات في آلام في القلوب ما بيعرفهاش الدكاترة، لكن بيحسوا بيها أصحابها. الطب رايه غير كده. دكتور أنت متجوز؟ ايوه. يا بخت مراتك بيك. ياه للدرجه دي؟ طبعا، مين تطول إن يبقى شريك حياتها دكتور ناجح زيك؟ وغير كده إنسان رقيق ودمه زي الشربات. اشكرك على المجامله الرقيقه دي. دي الحقيقة يا دكتور. طب اتفضلي البسي هدومك. اهلا ست هاني، لا مؤاخذه الدكتور عنده كشف. تعالى. واحد ولا واحده؟ واحده طبعا. كبيره ولا صغيره؟ حلوه ولا وحشه؟ هي معقوله يا ست هاني. ايه معقوله دي؟ اصل دي حكايه نسبيه يا ست هاني، وانت عارفه طبعا ان اليومين دول مش ممكن الواحد يقدر يحدد سن واحده ست من الحاجات اللي بيعملوها بنفسهم. غريبه، ده لو كان بيحكي لها ألف ليله وليله كان زمانه خلص. ما هي دي حكايه نسبيه كمان يا ست هاني. يوه فلقتني يا الدكتور بتاعك. استهاني استهاني. ميرسي يا دكتور. العفو يا فندم، مع السلامه يا هاني. الله يسلمك. ازاي يا منى تخش اوضه الكشف بالطريقه دي؟ كنت عايز نستأذن؟ اقل ما فيها احتراما لشعور المرضى. احتراما لشعور المرضى ولا خايف لاشوفك كده ولا كده؟ يا منى مش معقوله اللي بيحصل ده، مفيش راجل في الدنيا يعتمده، وارجوك كفايه بقى. طب بذمتك اللي خرجت دي
شكلها شكل عيانين. طب عايزاني اعمل ايه يعني؟ اعلق يافطه على باب العياده اكتب عليها الكشف للسيدات فوق ال60 حسب تعليمات زوجة الطبيب؟ والله فكر، بس يكون احسن تخليها من 70. ممكن افهم حضرتك جايه العياده فجاه زي مفتشين الترماي ليه؟ اولا عشان اشوفك، شافتك العافيه. وثانيا عشان اخدك معايا حفله تجنن. كلمه تاخدك معايا دي ما احبش اسمعها. انا مش طرطور بتاخديك بايدك. يا ست هانم، اسمها نروح سوا حفله او عاوز اروح معاك حفله. يا سلام، هي دي اللي هترضي غرورك؟ مش غرور يا منى. حاضر، ممكن يا دكتور تاخدني معاك حفله تجنن؟ طب والمرضى اللي بره اعمل فيهم ايه؟ طب ما تكشف عليهم، هو انا حوشتك؟ هادي قاعده. ايه ده؟ انت هتقعدي هنا وانا بكشف عليهم؟ ايوه، اصل بصراحه في واحده بره شكلها مش عاجبني. بقول لك ايه، ما توزعها على دكتور تاني. تعرفها منين دي؟ مش فاكر. اكيد جات لي العياده قبل كده. انت مش فاكر وهي فاكره، مش كده؟ ده شيء طبيعي يا منى، انا يوميا بكشف على 30-20 مريضه وهي بتتعامل مع دكتور واحد بس. خلينا نتفرج على الرقاصه. الست هانم هتتجنن عليك. صلي على النبي واهدي. دي سابت الرقاصه بتتفرج على حضرتك. بقول لك صلي على النبي واهدي. انت هتتريق عليا؟ منى فضلكم. يا اخويا انت راخر، انزل من فضلك. تبقى تقول للستات بتوعك لما تبقى معايا مراتي احترموا شعرها وما تعفسنيش. حاضر، هقول لهم واحده واحده. في حاجه تاني؟ عجباك البهدله دي؟ تصرفاتك هي السبب. حاجه غريبه قوي. يكون في علمك كلمه زياده بعد كده هقوم وامشي. من فضلكم هدوء شويه، مش عايزين نتفرج. ما تتفرج يا اخي، اما شيء بارد وانا مغمى عينيك. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ يلا على البيت. استناني استناني استناني، هي دقيقة كتير علشاني. استناني مسعود مسعود. مسعود نايم. اصحى. مدام نمت ما اصحاش. ده مش صوت نايمين. انا صوتي كده وانا نايم. يا زوجتي العزيزة، لكل إنسان على هذه الأرض قدرة على التحمل، قدرة على الكلام، قدرة على السهر. أنا قدراتي خلاص كلها انتهت، اعتزلت. فيها ايه لما تصحى وتعرضك حبيبتك تكلمها كلمة تكلمك كلمة، خصوصا الولاد نايمين. لازم أنام أنا كمان عشان أصحى بدري أروح المحكمة، ورايا قضايا لازم أترافع فيها. هو انا قلت لك ما تترافعش؟ لو قعدت أتكلم معاك زي ما أنت عايزة هروح المحكمة الصبح، ما أعرفش القاضي من وكيل النيابة. مسعود!
هتكدبين انا وتصدقي شويه ورق زي دول؟ لا ما يصحش. طب اتفضلي نامي. نامي نامي بقى، نامي. لازم الست تنحل وبر جوزها اول باول، ولا تخليش حيلته حاجه ابدا. حاكم الرجاله يوم ما يتريشوا يطيروا على بره. صدقوني انا دوبت 4 رجاله مع بعض؟ لا يا حبيبتي، واحد ورا التاني. الاولاني افتكر انا لسه على نياتي فرقعني بومبا، فخدت بالي من التاني والتالت، عاشوا معايا زي الخاتم في صباعي. وليه اتطلقت؟ عينيهم كان زيها بيبص لبره، تكلمي واحد فيهم يتنرفز يعمل نفسه انه مظلوم. يظهر الرجاله كلهم كده. بس الست في ايدها تحافظ على جوزها زي ما انا حافظت على الرابع. انا مش حكيت لك يا منى لما اتقابلنا هنا وانت لسه متجوزه؟ فعلا، ودي نصيحه تتنسي برضه. وعملتي ايه معاه بالظبط؟ احسن انا لسه متجوزه جديد. روشته. رحت فين؟ جيت منين؟ بتكلم مين؟ بتبص لمين؟ ها؟ خليته بقى يخاف من خياله. لكن ما قلتليش اتطلقتوا ليه؟ ما طلعناش يا حبيبتي، ده طق مات، قضاء وقدر. بسرعه خلصني، عايزه اروح السينما. كذب في كذب، بقى في راجل عنده وفاء بالشكل ده؟ بلاش نتناقش في الفيلم لحسن نشبك سوا ونقلبها خناقه. كفايه اللي حصل امبارح. يا سلام، قال يموت نفسه عشان زعلان عليها. يا ستي وانت ايه اللي مزعلك؟ هو اللي مات وهو حر في نفسه. اصلها افلام بعيده عن الواقع. وايه الواقع من وجهه نظرك؟ يعني مثلا لو بعد ال40 اتجوز واحده تانية على طول. هو ده الواقع؟ مش ده اللي حصل للمرحومه نوال بنت عمي؟ ايه ده يا استاذ؟ انت ما بتشوفش؟ متاسف يا اسطى. متاسف ده ايه؟ معلش. ايه مالك متاسف وخلاص؟ انت هتتلمض ليه؟ اسكت انت يا منى بس. انت مش سامع بيشتمك؟ معلش. عاوز اكسر العربيه ويقول لي متاسف واتكرت وامشي؟ معلش يا اسطى معلش. ايه ما تمدش ايدك عليه. ايه عاجبك كده؟ مش لازم ادافع عنك. عشان تدافعي عني تقومي تدبسيني في قضيه؟ وايه يعني؟ مش اخوك محامي؟ محامي؟ ايوه. هو قاعد معايا. انا غلطت في الشقه باين، لكن ده فيه واد شبه ابني. هو ابني يا محاسن. انت خلفته هنا في الشغل؟ لا يا مسعود، امال دول يبقوا ايه يا محاسن؟ دول ولاد اختي لواحظ، جابتهم عندنا الليله دي عشان عندهم ضيوف. الليله دي بس يا محاسن؟ يعني يومين 3 يعني. يومين 3. محاسن امسكها يا محاسن. محاسن غطيله صوات يا محاسن. كنت فين يا سعاده البيت؟ دي العياده كانت مليانه. اعمل لي فنجان قهوه. والد سيادتك اتصل من اسكندريه وهيطلبك تاني. الو. اهلا يا مسعود. انا زفت والحمد لله. رحت السينما من 6 ل 9، اتفرجت على فيلم عاطفي. وفي السواريه رحت اسم البوليس، اتفرجت على فيلم مغامرات بطولة مراتي. طب والعمل يا ممدوح؟ ننتحر يعني علشان يقولوا ولاد مرزوق الشرنوب انتحروا بسبب مراتاتهم؟ اسمع، انا ماليش مزاج اروح. عندك مانع تقابلني في البار بتاع زمان؟ ما عنديش مانع طبعا. انا كمان ما بقيش طايق اروح. البيت بقى عامل زي جبلات القرود، اللي بتعيط واللي بيشوط فاول في وشي. انا عندي عيال بتصطاد سمك من فوق الدولاب يا سيد. مع السلامه. مين؟ ممدوح بيه؟ اهلا وسهلا. كده برضو الغيبه دي كلها من ليله جواز حضرتك ما نشوفكش هنا؟ كانت ليله سودة يا ويليام. ليه كفالة الشر؟ هقول لك ايه ولا ايه يا ويليام؟ مساء الخير يا عم ويليام. مش معقول. مسعود بيه؟ مسعود ايه؟ قول منحوس متعوس. متعوس ليه؟ ايه اللي ليه؟ انت ما انتش عارف ان انا متجوز بقالي 8 سنين؟ عارف. طيب تسأل ليه؟ ما تسألش. انتوا خوفتوني من حكايه الجواز ده قوي.
ده انا مخطوب ومقريه فتحتي. نصيحة، فوق وتراجع قبل فوات الأوان. 50 دكتور أمراض عقلية كلهم أصحابي. ما قدرتش أروح لواحد منهم قبل الجواز كان رجح لي عقلي. ساعة القضاء يعمل بصر بعيد عنك يا ممدوح يا أخويا. بصحتك. على فكرة بعد ما كلمتك أبوك طلبني في التليفون. خير؟ أختك جالها عريس والفرح الخميس بعد اللي جاي. اسمع، أنا محامي وليا مبدأ، مستحيل أوافق إن راجل زينا يقع في شربة مية. يعني جات لحد أختك؟ ما تسيبها تتجوز، ده أحسن ما تفضل عانس في رقبتنا. أنا رأيك. ما شاء الله، أبناء الشرنوبي مجتمعين هنا زي زمان. ازيك يا عزت يا شرنوبي؟ فاين فاين فاين. تعال. مبروك عليكم جواز عليا. أنت عرفت منين؟ عمي رقعني التليفون وعزمني. إنما مين العريس المنحوس اللي رماه القدر على عيلتنا؟ سيبونا من عليا وعريسها، خلوني في مصيبتي أنا ومراتي. مصيبتي كفل الشر. قتلتني بغيرتها يا عزت. هي لسه على الحال ده؟ الحكاية زادت عن حدها لدرجة إني ما بقتش طايق البيت. حتى شغلي في العيادة ما بقتش قادر عليه. ما هو لو كنتوا خلفت لكم حتة عيل مفعوص إن شاء الله قد كده كان سلاها وشغلها عنك. يا عم يعني اللي عندهم عيال مبسوطين بلا نيلة. حضرتك بتقول لك إيه؟ لا، الواحدة ما تخلفش إلا بعد ما تشعر بالاستقرار. كتبت الشقة باسمها ما استقرتش، كتبت العربية باسمها برضه ما شعرتش بالاستقرار. مش ناقص بقى غير إنك تكتب لها تنازل عن الشهادة اللي بشتغل بيها. انت ساذج على نياتك. حد يسلم دقنه لمراته بالشكل ده؟ يعني أنت اللي فاتك يا سي مسعود؟ انا كل حاجه في البيت باسمي. يا راجل قول يا بسط، حيلتك في البيت غير شوية العيال تلاقيك مستلف عليهم. بصراحة يا جماعة كده أنا بقالي كام يوم بفكر في الطلاق. طلاق؟ تجننت. المأذون اللي يطلقك يطلقنا انا كمان. وكده نبقى جمله عشان نبقى ارخص. لا خليك عاقل، أنت عندك ولاد. ادفع نفقه وربي 6 احسن ما افضل متجوز كمان سنتين وما اعرفش ربي 12. يا جدع 6 ايه بس؟ انت كل الحكايه عندك 3 ولاد. في 3 تانيين في بطنها. دي مراتي وانا عارفها ماشيه زي امها بالظبط. ارجوكم كفايه لحد كده، لانكم حطمتوني وكسرتوا قلبي. انا عزت مصطفى الشرنوبي يجي عليه اليوم اللي يشوف فيه ولاد عمه عايشين في بؤس وشقاء امبوزيبل. تعبنا يا عزت، تعبنا ومش قادرين. بعد طلاق هيصلح كل حاجه. ارجوك مش عايز اسمع كلمه الطلاق دي ابدا، لانها وسيله الجهله والضعفاء لحل مشاكلهم. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. خلينا في حالنا والنبي. انت عارف يا دكتور يا عظيم لما تتطلق هيجرى لك ايه؟ انت دكتور ممدوح مسعود الشرنوبي؟ ايوه. في حكم غيابي بالحبس 6 اشهر مع النفاذ. حكم ايه يا شاويش؟ نفقه متاخره. وانا قلت ما ادفعش؟ ثم ده حكم غيابي وانا لازم اعارض فيه. اتحبس الاول وبعدين عارض. عيب يا شاويش، عيب، ما يصحش ما تقولش كده، ده انا دكتور محترم. قدام. عيب يا شاويش. قدام. وشوف بقى فضيحتك قدام العيانين بتوعك ولا الحبس مع المجرمين وقطاعين الطرق يا دكتور ممدوح يا شرنوبي. الحمد لله انا وضع مختلف. مراتي وحمايا وحماتي صحتهم اتهدت من كتر الخلف، ما فيهمش حل يروحوا محاكم، يعني صحتهم باظت والحمد لله. انت مسكين يا غلبان، حالتك اصعب من حالة اخوك. ليه؟ انت مجرد ما تتطلق هتحصل مأساة يتحدث عنها الزمن، تراجيديا تدمي القلوب وتنكتب في صفحات التاريخ بالدموع. يا ليل يا زمن. انا اتنشلت محفظتي. في ولد نط دلوقتي من الباب، الحقوق. استنى يا اسطى. محفظتك يا استاذ. لازم توديه للبوليس. ابني ولدي فلذة كبدي بقى نشال. كنت مستني ايه بعد انت وماما اتطلقتوا وسبتونا في الدنيا لوحدينا؟ واخوك فين؟ بقى نشال في المترو والترميات. يا خيبتك يا مسعود. واختك بتسرق شقق او حالها لعالي العال. رحمتك يا رب. مسعود ايه انت عقدتها كده ليه يا اخي؟ انا راجل واقعي دايما ابص لقدام. ما دام الحكايه كده بقى يبقى ما فيش قدامنا غير ان احنا ننتحر ونخلص. ايوه، ويا سلام بقى لو كل واحد منا قبل ما يموت يكون مبلغ ان مراته هي اللي قتلته. علشان البوليس يقبض عليهم. حلوه. اكون انا بقى ايه موصي كام محامي صاحبي
يترافعوا ضدهم عشان يودوهم في داهيه ويحكموا عليهم بالاعدام. حلوه دي يا استاذ، يا سيد، يا ولاد عمي، يا ولاد الشرنوبي، انتوا بتفكروا بعقول متاخره جدا. علم الحديث حل كل مشاكلكم، بدليل ان الراجل متجوز بقالي 9 سنين وعايش في قمه السعاده وما موتش. يا عم انت حظك من السما. مفيش حظ، في مخ، في تخطيط، في علم، ساينس. قصدك ايه؟ حد فيكو قرا كتاب العالم المشهور مستر هوبنز اللي اسمه كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ اسمه ايه الكتاب؟ اسمه ايه؟ كيف تخون زوجتك وتسعدها. طبعا لما تبقى هي سعيده هتبقى انت سعيد، البيت كله هيبقى سعيد. انا عمري ما سمعت عن الكتاب ده. ولا انا. عرفتوا قد ايه انتوا غلابه؟ الكتاب ده اهم مرجع في السعاده الزوجيه. ازاي؟ انا اذنكم عشان عندي واجب لازم اديه. تعالى هنا. انت بتسمم عكسة الستات واجب؟ يا ممدوح يا اخويا، انت ليه بتاخدها من الزاويه دي؟ ليه ما تقولش اني بجدد نشاطي عشان اعيش سعيد واسعد شريكه حياتي؟ الكلام ده موجود في الكتاب برضو؟ انتوا نسيتوا ان الكتاب اسمه كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ كل ده موجود في الفصل الاول. عن اذنكم. بالشرف يا عم الحاج. ما احنا محبكينها قوي وبناخد على دماغنا. يلا بينا. طب انا كنت عايزه اعرف اللازمه اللي كانت مشهوره بيها مدام مريم منير، تقدري تدلنا اللازمه بتاعتها الحلوه دلوقتي؟ شوفي هي يعني مفيش اولا حد يقدر يعمل حاجه هي عمل. ممدوح، مش جعان؟ لا. تعبان؟ ايوه. زعلان؟ حاجه اتعودنا عليها. أنا آسفة يا ممدوح، أنا استوبخت نفسي قوي بعد اللي حصل، خصوصا اسم البوليس كان دمه تقيل قوي. كل مرة تقولي لي حقك عليا وبعدين نرجع نتخانق تاني. معلش يا ممدوح، مش هزعلك تاني. منى أنا بموت فيكي، بس نفسي تبطلي حكاية الغيرة دي. إيه؟ في إيه؟ ريحة برفان. وهيجيلي منين القطران ده؟ بتسألني أنا؟ أمال أسأل مين؟ شوف أنت كنت حاطط مين؟ لا، ثانية واحدة قبل ما تبتدي. والآن سيداتي أنساتي سادتي، نبدأ برنامج المساء والسهرة كالعادة. تبدأ السهرة بأغنية أريفني وقل مزاجي للمطربة المشهورة منى، ثم تمثيلية أريفني من فضلك للفنانة القديرة على العكنانة يا منى، ثم نختتم السهرة بالفيلم العالمي المعكننون بطولة نجمة العكننة الأولى منى. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي قولي المقرر عليا كل ليلة وكل يوم من ساعة ما اتجوزتك. أنا بعمل كده؟ أمال مين؟ طب والله ما أنا قاعدة معاك في الأوضة. سكت البنت دي يا معاذ. سكتها أنت يا مسعود، ده أنا من الصبح محتاسة بيها. خليها يا معاذ. ولا أشرف اتخذ شوية كده خلينا ننام جنبيكم. السرير صغير، روح نام في اوضتك. إيه؟ السرير صغير، روح نام في اوضتك. كانت تكنيلة وأنت عامل زي قاسم السماوي. بابا تعالى يا بابا، احنا بنهزر معاك. اتخذ شوية لجوه عشان أنام. تنام في النص يا بلاش. طب يا عم طيب، بس ابقى خليفة كده يا جبان. لا النعمة انت جبان.
يا ريت تنام جنبينا كل يوم. يا عفاريت، قد ايه النومة جنبيكوا حلوة، مع اني شايل الهم كله بسببكم. يا جدع انت سيب الشاكوش اللي في ايدك ده ونتكلم جد شويه. احنا بنتكلم جد اهو. خيانة ايه بس يا عزة اللي هنحل بيها مشاكلنا؟ انت مثلا اللي منرفزك من غيرة مراتك انك مظلوم وبريء. مظبوط. مظبوط. خلاص تخيل نفسك انك خنتها وراجع البيت اعصابك هاديه ورايق، لانك عارف مقدما انها هتتهمك بحاجات انت عملتها. تخيل كل ده بقى وشوف ايه اللي هيحصل. تقدر تقول لي كنت فين دلوقتي؟ انت ما بتردش ليه؟ طب قول لي الاول ايه الحاجات دي؟ طب اعرف بتوع مين؟ شفت ازاي هدوءك خلاها تستسلم للامر الواقع، ومره في مره هتبطل تتنرفز لانها هتتعود على كده وهتبقى سعيده، وانت سعيد والبيت كله سعيد. هوبينز بيقول كده: سعيده ليلتنا سعيد. الله، ده احنا لو وصلنا لكده نبقى اخر تمام. بكره تدعي لي. اما انت ايها البائس المزراب. يا عم سيبني في حالي، انا ماليش دعوه بيكم. الحاجات دي عايزه مصاريف، كل اللي جاي من القضاء مش مكفي. وجود واحده تانية في حياتك هيفتح نفسك للشغل، هيخليك تشتغل وتكسب اكتر. هشتغل اكتر من كده ايه؟ ده انا مش ملاحق. قضايا جواز، نفقه، مدني، طلاق، جنائي، بروح اضمن حراميه في الاقسام واخد ربع جنيه على كل واحد. انا بشتغل 24 ساعه ومش مكفي. ايوه حاسب يا اسطى، مسيرك تقع في واحده غنيه تاكل بعليها حلاوه وتحل لك كل مشاكلك. تبقى لذيذه قوي الحكايه دي، الواحد يقشلها ويفقعها بوم. طبعا. اسمع يا عزت، انا موافقك وهنفذ كلامك. اي واحده تقابلني هشد معاها كلام. وخلي منى بقى تتهمني زي ما هي عايزه. برافو. بس تعرف انك جاهل وتفكيرك ضيق قوي بالنسبه للشؤون النسائيه. ليه بقى؟ مستر هوبنز حدد شروط ومواصفات للي تخون معاه. لانك مثلا لو وقعت مع واحده صغيره، طبعا بعد كام يوم اهلها هيحصروك بالسكاكين والمسدسات، وعشان تصلح غلطتك في لحظه هتلاقي نفسك بتنزف، وفي يوم وليله هتبقى جوز الاتنين، مع انك تعبان قوي مع واحده. عندك حق، الواحد يدور على واحده متطلقه ما يبقاش عندها مشاكل. دي بقى وراها كل المشاكل. دي كمان؟ الله طبعا. هتبقى فاضيه وعندها فراغ وملل، وهتطردك في كل حته، وهتهددك يا تتجوزها يا تفضحك عند مراتك، وفي يوم وليله يا جميل هتلاقي نفسك برضه جوز الاتنين. انت يا جدع انت كل ما تتحل بتعقدها ليه؟ يا سيدي ولا عقد ولا حاجه. مستر هوبنز قال ان احسن واحده اللي تبقى حالتها الاجتماعيه زيك بالظبط. انتوا الاتنين هتخافوا من بعض، انتوا الاتنين هتعملوا حساب لبعض. بس دي نجيبها منين دي؟ هلو. اهلا 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 سونيا هانم. انا زعلانه منك ومخصمه. ليه؟ عشان طلبتني في التليفون، وانت عارف ان مفاجاه حلوه زي دي ممكن تاثر على قلبي التعبان. سلامة قلبك ألف سلامة. وأنا عشان كده اتصلت بحضرتك عشان أكشف عليه تاني وأشوف أحواله إيه. انا كنت متاكده اني مش ههون عليك. طب لو سمحتي عشان أقدر أحدد العلاج مظبوط. ايوه. كنت عايز أعرف إذا كنت متجوزة ولا لأ.
ايه الافضل للعلاج؟ لو متجوزه اكيد افضل بكتير. ابقى متجوز؟ صحيح؟ احلف لك؟ لا استغفر الله العظيم مصدقك. ويا ترى سعيده مع جوزك؟ والسؤال ده برضه من العلاج؟ ده بقى في صميم العلاج. في الحقيقة هو بقاله مدة مسافر وسايبني لوحدي. تصور أنا أتساب لوحدي. لا معاكي حق، يسيبك لوحدك؟ ما يصحش. أنا حاسس إن لقيت العلاج المظبوط. عن إذنك دقيقة واحدة. ألو. أيوة عزت، أنا ممدوح الشرنوبي. قول لي مبروك. لقيتها وكل الشروط منطبقة عليها. هشطب العيادة واخدها ونروح على شقتها ويلا. لا يا ممدوح، اعقل يا مجنون، اوعى تغلط الغلطه دي. كله كوم وشقتها كوم. انت عارف ايه اللي ممكن يحصل في شقتها؟ سونيا. ممدوح. جوزي. جوزك؟ خش البلكونة بسرعة. احنا ما عندناش بلكونة. وبالطريقه دي هتخسر عيله الشرنوبي واحد من اعز اولادها. ده غير الفضيحه والبهدله. امال اللي عاوزنا نروح بيها فين بس يا عزت؟ مستر هوبنز بيقول ان اول لقاء عاطفي لازم يكون هادي وما فيهوش اعصاب متوتره. علشان كده لازم هي تفهم جوزها انها رايحه تزور حد من قرايبها عيان. انت كمان تفهم مراتك انك رايح لندن في مؤتمر طبي لمده 2 أو 3، وفي الاخر لا هي هتزور حد من قرايبها ولا انت هتروح لندن، انما انتوا الاتنين تروحوا مكان هادي بعيد بعيد. ايه يا جدع الكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه بس دي لفه بعيده قوي. اما نشوف. مع السلامه. سونيا، انا بحب. يا خرابي. طب ما انا عارفه. مش في العياده، عيب. يا خرابي البيت. لا انا بحب. سونيا اقول لك عليه. شوفي. اما نشهد ده قوي. دي لفه بعيده. ايوه بس دي. ايوه. اما نشهد. ايوه. شهيد. اللي اقول لك عليه. سونيا انا بحب. اللي عملتها يا خرابي. عيب يا راجل. 40 سنه. اللي عملتها 40 سنه. يهمني في ايه ازاي؟ يا راجل عيب. لا يا خرابي. ان انا وهي. انا بحب. في اقول لك عليه بتاعت هوبنز دي. بيه سألت على حضرتك اسمها إلهام وقالت إنها هترجع تاني. طيب يا سيدي. كنت هخر زي الجردل. عيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. اتفضلي. سهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سهلا. الشوكولاتة. شكرا. انا جاي لحضرتك عشان ترفع لي قضيه طلاق على جوزي. نرفع يا فندم. ان شاء الله نرفع لك قضيتين. بس ايه السبب يعني؟ سهلا يا فندم. سافرة ورجعت فجأة لقيته بيخ. وفين؟ في بيتي وفي أوضة نومي. اخص. في أوضة نومي. حد يبقى عنده زوجة رقيقة جميلة بالطريقة دي ويعمل كده؟ هي رجالة جرالها ايه؟ ما تفكرنيش أرجوك. يعني لا مش كده بقى. مرفع يا فندم. لا أنا جاي لحضرتك. مش الحاجات دي. لا بلاش بقى عشان انا راجل قلبه رهيب وبيتأثر بسرعة. بس.
بركاتك يا هوبلز. مين؟ لا هوبلز ده راجل غفير عندنا في البلد. مساء الخير. تتحسد. ايه اللي جابك بدري؟ اعتبريها غلطة. يا دمك. الو. ايوه موجود. اقول له مين؟ واحد بيقولوا انه من نقابة الاطباء. تاني؟ ما قلت لهم لا. كلموهم انت عشان خاطري وقولي لهم نايم. هم عايزينك في ايه؟ بعدين اقول لك. تلاقي واحدة قدمت شكوى انك عكستها وتلاقي نقابة يا ساتر يا رب. الو. الدكتور نايم، تحب اقول له حاجة؟ يا هانم أرجوك تبلغ الدكتور ممدوح إن النقابة قررت اختيار يمثلها في مؤتمر الأطباء المنعقد في لندن لمدة 3 أيام. أرجوكي ما تنسيش لأن المؤتمر ضيق جدا والوقت مهم. قصدي المؤتمر ضيق والوقت برضو مهم قوي. أوكي، مع السلامة. ازاي ترفض تسافر في مؤتمر زي ده؟ ما اقدرش اسيب العيادة والمرضى بتوعي. قصدك المريضات بتوعك. ما تفرقش كتير. ما هو مش معقول تضيع فرصة زي دي منك. منى يا حبيبتي مش عارف اقول لك ايه. هي من ناحية فرصة بس يعني من غير بس. طيب ممكن تساعديني لاني مشغول قوي بكره. عايزك تجيبي لي الفيزا من السفارة وتذكرة الطيارة. انت هتشغلني بقى. طب ما انا كمان هجيب لك كل حاجة انت عايزاها. منين؟ من لندن يا حبيبتي. ميرسي قوي انك وصلتني، كنت هدوخ على تاكسي. انا دايما تحت امرك. تصبح على خير. يا خبر ابيض. شوفي انا كنت هنسى. خير في ايه؟ تصوري اصل في حاجات كتير في القضيه لازم اسالك فيها وكنت ناسي. لازم دلوقتي؟ يا ريت علشان الحق اكتب مذكره واخرب لك بيتك. اتفضل اسال. في العربيه هنا مش هناخد راحتنا. ايه رايك ما تيجي نتعشى في حته وندردش؟ والله عندك حق. انت ست متجوزه وعلى وش طلاق وما يصحش تباني مع راجل غريب في ظروف زي دي. طب ايه رايك لو تتفضل عندي؟ هندخل جوه يعني؟ مش احسن؟ هو في احسن من كده؟ يا الهام هانم هنكسب القضيه باذن الله وهخرب لك بيته وبيت اللي شدد له كمان. ده انا مسعود الشرنوبي على سنه ورمح. اهلا. ذوق الفيلا هايل. ميرسي. قولي. نعم. تحب تتعشى ايه؟ انا متهيألي اي حاجه، ما احنا بقينا واحد بقى. عندي فراخ ولحمه بفتيك وحمام. في الظروف السعيده دي متهيألي يبقى حمام بقى احسن. اذا كان حمام يبقى ساعدني في المطبخ. انا اساعدك في المطبخ، في الحمام، في اوضه النوم، في اوضه الصالون. بركاتك يا هوبلز. الو. النادي؟ لو سمحت الاستاذ محمود فهمي. ايوه بتاع البوكس. الو استاذ محمود، لو سمحت لو عايز تشوف منظر يعجبك قوي روح بيتك وشوف مراتك بتعمل ايه. ايوه دلوقتي. باي باي. كويس على فكره انك انت خليتيني اقلع هدومي عشان تقشر وانت مستريح. صعب قوي حكايه تقشير البصل دي. مش انت اللي قلت احب الحمام ولا هترجع تحمرق؟ انا احمرق؟ انا علشان عيونك مستعد اقشر محصول البصل بتاع مصر كله. ده صوت ايه ده؟
مراتي الشريفة العفيفة تطعني في كرامتي وشرفي وتخوني مع كلب زي ده؟ غريبة انك زعلان من شيء انت نفسك عملته وضميرك كان مستريح لي. أنا راجل وأنت ست. طبعا انت رجل، انت سيد الرجال والرجال قليلون. اخرس يا كلب. مفيش فرق بين راجل وست في حاجة زي دي. الاتنين بشر ليهم شعور وليهم قلب وليهم حقوق على بعض. أبسطها الإخلاص والوفاء، وده اللي أنا اديتهولك وهو نفسه اللي أنت ما قدرتش تديهولي. في دي بقى عندك حق الحقيقة. اخرس يا كلب. افرضي يا الهام، افرضي ان الشيطان غواني وضعفت، تقوم انت تعملي كده ليه؟ ليه؟ ما تصلوا على النبي كده ومفيش داعي يعني. وبعدين بدل المسألة ما توصل لمحاكم وشحططة، اهو برضه يعني تتكلموا مع بعض وربنا يوفق ويدي بالمعروف. قلنا لك اخلص يا كلب. كلمني انا. بتدافع عنه يا الهام؟ المفروض انت اللي تدافع عنه لانه من نوعك. هو كمان خاين بطبعه، وصلني البيت وهو عايز يرتكب جريمه في حقي وحقك وحق نفسه وحق مراته. يا ست هانم ده الراجل شراني خلقه، وانت كل ما تهدى الشعلليها تاني. مش عايز اسمع صوتك. هدى قدامي يا اخويا، قدامي. ما تزرجنش يا مدام. ممكن اعرف بقى خيال المآتة كان بيعمل ايه هنا وبالمنظر ده؟ لا شوف بلاش خيال مآتة دي، احنا جدعان قوي وما يغركش. انا كنت جون المدرسة. انت هتضرب؟ ايوه استنى يلا. انا لازم ارتكب جريمه دلوقتي حالا. مفيش داعي يا ليلى، اللي كلمتك في تليفون. انت؟ ايوه، حبيت اوريك ان الخيانه مفيش اسهل منها على الست اما تفكر تبيع ضميرها وشرفها. حبيت اسيك من نفس الكاس اللي سقيتني منه بعد السنين دي كلها. يعني انا كنت كوبري مشاه بقى. تحاشر نفسك ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. وديني لكون مقطعك حتت. انا احيي فيك روح الشجاعه والاقدام. نعم. ده انت املنا في كاس افريقيا. نعم. وتصفيات كاس العالم كلها. بره. طب اخد الجاكيت. بره. البنطلون طيب. بره. طب اخد الجزمه. بره. حاضر. انا طالع بره. ايوه انتوا فاكريننا نايمين ورا الباب؟ هي الدنيا حر بره؟ حاضر. مصيبه يا عزت، مصيبه. ايه خير؟ حصل ايه؟ هقول لك، هي مراتك جوه؟ جوه كبسه على نفسي، مش لاقي حاجه اخرج بيها. مش انا. خص الله يكسفك، طول عمرك كده فاضحنا في وسط العيله. مش انت اللي عمال تقول لنا هوبنز والزفت بتاعك ده؟ هوبنز ايه يا اخي؟ في ايه يا عزت؟ ناوليني جاكيته وبنطلون من بتوعي يا واد. حاضر. خد. خد البس يا استاذ. اوعى تكون لبستهم قبل كده. في ايه يا عزت؟ ما تقولي بقى مسعود ماله عامل في نفسك كده ليه؟ مصيبه. ايه هي المصيبه؟ مصيبه، نبقى قاعدين في حالنا والمصايب تجيلنا لحد عندنا. ايه بس اللي حصل؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ما تقولي بس يا عزت ايه اللي حصل؟ مسعود يا ست ماله؟ طلعوا عليه حراميه قلعوه هدومه وسابوه زي ما انت شايفه كده. وانت بتلبس ورايح على فين في وقت زي ده؟ رايح معاه القسم. والله نعمل له محضر. علشان بدله اتسرقت يا عزت تعملوا محضر؟ اسود. بدله تتزرع من عيله الشرنوبي، دي وصمه عار لا يمحوها الا الدم. يا ساتر يا رب. ده انا مره جدي اتسرقت عمته الله يرحمه وجزمته، راح فيها 17 قتيل و12 جريح وفي 25 اسرى. كل ده عشان عمه؟ شوفي بقى بدله يحصل ايه. طب يا حبيبي روح ربنا معاك. انا مش هتاخر يا روحي. براحتك. هتوحشيني. وانت اكتر. اتفضل يا متر يا فاضح عيله الشرنوبي. لذيذ قوي الحمام. تسلم ايديك يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حياتي. مساء الخير يا اكسلانس. افندم. سيادتك متهم انت والمدام باستدراج هذا الشخص الساذج الى منزلكم والاستيلاء على ملابسه. مين حضرتك؟ نهار اسود. قول له.
ودلوقتي بدل الفضايح والجرس ادونا العاده، ادونا هدومنا وكل واحد يروح لحاله. والجزمه والشراب. والجزمه والشراب. اتفضلوا. انت لبستهم؟ كده احنا حبايب. مع السلامه يا اخويا. بقول لك ايه، حلال عليك الحمام يا عم. بالسم الهاري. اصل المغفل قال لي انه عشر لكم البصل. مع السلامه يا اخويا. يا عم بلا هوبنز بلا نيله، كنا هنروح في ابو نكله. انت اللي منحوس، بدليل انك من 10 دقايق كنت قاعد عريان وبلبوص. في الوقت اللي فيه ممدوح دلوقتي قاعد بياكل حب، بيشرب حب، هايص في الحب، طول النهار قاعد بيزلط حب. معاك حق، انا حظي منيل. ايوه بس مش عشان خدت بومبا قمت قاطع الستات كلهم اللي هم اروع هديه سماويه اتقدمت لاول راجل في التاريخ. يا ابن الهديه السماويه اللي بتقول عليها دي هي اللي خلتنا نجري في الشارع من غير هدوم. انا معاك ان كيدهن عظيم، لكن حلاوتهن اعظم. انت ماشي من هنا ليه؟ رايح اسهر سهره اجدد بيها نشاطي. ومراتك اللي مستنياك في البيت؟ مراتي مين يا عم؟ ده انا بسبب حكايتك دي ضمنت حريتي 3-4 اشهر لقدام. النهارده في القسم مع ابن عمي، بكره في النيابه مع ابن عمي، بعده في السجن مع ابن عمي، وانا وابن عمي على ابن عمي. يعني ناوي تفضحني في العيله؟ لا يا راجل اعوذ بالله، طمن. انت اتفضحت خلاص. ثانيه مراتي ما بيتبلش في بقها فوله. مسعود، ايه اللي حصل يا حبيبي؟ طمني اوام، احسن انا والعيال قاعدين نلطم ونصوت عشانك، والاخر تعبوا ودخلوا ناموا وانا قاعده استناك. تلطموا وصوتوا ليه؟ ثانيه مرات عزت قالت لي على حاجات غريبه في التليفون. غريبه ليه؟ وما فيش حد استرق قبل مني؟ في، بس مش بالصوره اللي حكيت لي عليها ثانيه. لا حصل بقى بالصوره اللي حكيت لك عليها ثانيه. ثم انا راجل بحب التجديد، ولما اسرق لازم اسرق بطريقه جديده، ولازم بقى تعرفي ان مفيش حد من عيله الشنوبي يضحك عليه. البدله هي جت تاني. صحيح، انت لابس بدلتك، مش بدله عزت زي ما قالت لي ثانيه. الحكايه مش فوضى يا هانم، لازم تعرفي ان احنا ناس صحيين قوي وجدعان قوي. لا نخاف من بنيات ولا من سواطير ولا من داوله. طب تعالى بقى اتعشى، عامله لك حمام محشي انما يجنن. مش عايز اسمع سيره الحمام، ومن هنا ورايح مفيش حمام يخش البيت، لا محمر ولا مشوي ولا بريش. ما تزعلش بقى وتتنرفز، تعالى اقلع واستريح. مش هقلع، هنام بهدوم وتنامي في حالك وانا انام في حالي. انا تعبان وعندي محكمه بكره. عارفه، واذا سهرت مش هتعرف القاضي من وكيل النيابه. لا المره دي بقى مش هعرف القاضي من المتهم. من فضلك في حجز باسم الدكتور ممدوح الشرنوبي. ايوه اتفضل. شكرا. هي اوضتها نمره كام؟ عايز مين يا استاذ؟ متاسف. تصوري اني غلطت ودخلت اوضه تانية وقعت في راجل ومراته. كانت حاجه تكسف. تلاقيهم دلوقتي بيقولوا عليا حرامي. بقول لك ايه؟ نعم. نحن هنا. ونحن كمان. انا مش مصدقه. اهو يا ستي عشان تصدقي. صح. طمنيني. قلت لجوزك زي ما قلت لك؟ بالحرف. امال
وما شكش في حاجه؟ معقولة هيشك فيا؟ يعني وافق على طول؟ على طول. اما مغفل بشكل. سرحان في ايه يا حبيبي؟ ها؟ لا ابدا، بس صعبان عليا اني عذبتك معايا وجبتك لحد هنا، بس ظروفي كده غصب عني. انا تحت امرك في اي مكان تقول عليه، المهم نكون سوا. عليه العوض في الأخلاق والضمير، نايمة وبراءة الأطفال في عينيها، ولا كأن حاجة حصلت، ولا هممها نفسها، ولا المغفل جوزها اللي نايم على ودانه وعينيه. بس مش جايز ليها ظروف وتعبانة في حياتها زيي؟ إنما ظروف إيه بس دي؟ لا لا لا، دي باين عليها متودكة وقلبها جامد. ممدوح، نعم. تعالى جنبي. لازم أجي طبعا، أمال أنا مسافر لندن ليه؟ ممدوح، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. منى حبيبتي، وحشتيني. وانت كمان، بس معقولة ترجع بسرعة كده؟ إيه، كنت عايزاني أتأخر؟ لا، بس متهيألي البنات الحلوين اللي هناك هينسوك اللي زي دي. حبيبتي الدنيا كلها ما فيهاش غيرك. طول ما أنا مسافر وبلف في شوارع لندن ما شفتش عينين زي عينيكي، ولا إيدين في رقة إيديكي، ولا جمال زي جمالي. ايه الكلام الحلو ده؟ انت لازم تسافر لندن كتير. أمال هتقولي إيه بقى أما أسافر باريس وأجي؟ هي فيها باريس؟ جايز، حاكم ده حسب المؤتمرات. شفتي جبتلك إيه من لندن؟ شوفي يا حبيبتي. الله، ذوقك يجنن. ولقيت وقت تشتري لي كل ده؟ وأنا ليا مين غيرك أشتري له يا حبيبتي؟ يا حبيبي. إيه؟ مفيش ريحة كده ولا كده ولا كده؟ ها؟ حاجة غريبة، وأنا زوج مخلص وصادق أعيش في عكننة، ولما أبقى كذاب ومخادع أعيش في هدوء وراحة بال، وأقضي أول ليلة من غير البرنامج إياه. يا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ ويا ترى هقدر أستمر على كده من غير ما انكشف؟ حقا لو انكشفت هتبقى مصيبة. أنا عارف ليه، بس الغيرة في طبعك. يا سلام لو تصدق إني مخلص ليكي وبحبك. مخلص إيه بقى؟ ما الحكاية اتنيلت من أول امبارح، واللي كان. سونيا؟ مفاجأة مش كده؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نراعي ظروفنا اليومين دول؟ قصدك مراتك وجوزي؟ وهم دول شوية؟ من النهارده تقدر تعتبرني مش متجوزة. ايه؟ اتطلقتي؟ لا، جوزي تعيش انت. وعملها امتى ده؟ من 6 سنين يا حبيبي. 6 سنين؟ امال ازاي قلت لي انك متجوزه وانك اخدتي اذنه قبل ما تسافري معايا؟ انا ما كدبتش عليك، انا فعلا رحت زرته في قبره وقلت له عن اذنك يا حبيبي انا مسافره عشان ماما عيانه. قبره؟ ايوه. تعرف دي اول مره اكذب عليه، وانت السبب. حبك هو اللي خلاني اعمل كده. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ رد عليا، مالك؟ لا، اصلها مفاجأة من النوع اللي يجنن. انا كمان كنت متأكدة انك هتبقى سعيد. سعيد وبس؟ يا حبيبي، ومن النهارده تقدر تجيني في اي وقت. حرية بقى. طيب
النهارده. لا النهارده لا. حرام عليك، أنا دلوقتي أصبحت وحيدة ومسؤولة منك. إزاي أقدر يوم واحد ما أشوفكش؟ أرجوك. باي باي يا حبيبي. على فكرة في واحدة حلوة قاعدة بره، تكشف عليها بسرعة من غير كده ولا كده. نعم. ولا أقول لك أحسن تزحلها على دكتور تاني يا حبيبي. سلام قول من رب رحيم. كلام ايه ده يا ممدوح؟ شفت خيبتي يا عزت؟ شفت مصيبتي؟ شفت نحسي؟ ما تعملش في نفسك كده يا ممدوح. الله، تتعب روحك كده. طلعت مش متجوزه ولانها وحيده بقيت انا المسؤول عنها ولازم اشوفها كل يوم. ومش كده وبس، في ايه تاني؟ طلعت بتغير عليا اكتر من منى. حقيقة انت واخوك نحسكوا ذكر. انا خايف يا عزت. خليك راجل زي ابن عمك. عايزك تكمل المشوار للاخر، بس عايزك تزود الشطه والفلفل حبتين اليومين دول كده مع مراتك. ها؟ يعني عايز كلام الحب والغزل يبقى ملهلق. السلام عليكم. اهلا. شفت اللي حصل لاخوك ممدوح يا اخويا؟ ايه؟ مش قلعانه هدومي وفضلت واقف بالبتاع والبتاع ورافع ايدي لفوق والراجل ماسك ساطور وحالف لا يعمل لي كفته. الله يخرب بيته. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول له كنت قالع هدومي واقف بالبتاع والبتاع يقول لي سلام عليكم. معلش اعذره، هو اليومين دول في مرحله انعدام الوزن. ليه؟ شارب حاجه؟ شارب حب، شارب سعاده، شارب هنا. يوم يفتري على الواحد معلش هيجي له يوم ويزنق زنقتي ويقلع هدوم يبقى بالبتاع والبتاع برضه. اهلا يا روحي، اهلا يا حياتي، يا حياه قلبي. ايه اللي بتعمليه ده يا حياتي؟ عملت ايه؟ تقولي لي جايه الساعتين تيجي 2 و5؟ انت مش عارفه ان ال5 دقايق دول ممكن يجرالي فيهم حاجه؟ يا حبيبي يا حياتي، دول مش ايدين، دول جاتوه. السلام عليك يا عزة مغنوات. امال فين محاسن يا استاذ مسعود؟ معسكره في البيت. وده معقول؟ ده انا متفقه معاها ان احنا نتغدى كلنا هنا مع بعض. عقبال ما لبست الواد التاني، الواد الاولاني قلع، لبست الاولاني كان التاني قلع، فضلنا على كده ساعتين، ده يقلع ده يلبس، ده يلبس ده يقلع، لحد ما قلعت هي. يا خبر؟ تعبت بقى هي، نامت. طب ما تجيبوا دادا. دادا؟ في دادا تستحمل 3 بره و3 جوه؟ نعم. 3 بره و3 جوه. انتوا هتغدوني ولا هتعكننوني؟ خلاص يا روحي، سيبيه دلوقتي وابقى عكننيه بعدين. مالك؟ لا ولا حاجه. اصلك مش معايا. معقول؟ وانا معقول مش هحس بيك؟ لا ابدا، بس عندي شويه صداع. طب واللي ضيعهولك في ثواني؟ ايه عندك اسبرين؟ واحنا برضه بتوع كده. تعال. نفسي اساعدك. كفايه اني جنبك. صحيح.
سونيا ما تهتهش. مساء الخير يا حبيبتي. اتأخرت كده ليه؟ اصلي كان عندي اجتماع مهم في النقابة. باين عليك تعبان. اخ اصل المناقشات كانت حامية قوي، وكل ما اجي البس وامشي يقول لي لا اقلع واقعد، اقلع واقعد. ايه اقلع واقعد دي؟ ايه؟ لا ماما اصل كنت قالع الجاكيت عشان الدنيا حر، وكل ما اجي البسها يمسكوا فيا. لكن صدقيني يا منى، طول ما انا في النقابة وعقلي وفكري معاكي. كلامك بقى حلو قوي اليومين دول. في حد يشوفك وما يقولش كلام حلو؟ يا حبيبي طب تعالى بقى اقلع واقعد. ايه؟ تعالي. يلا. اتفضل يا دكتور. ادي فيتامين أ، وادي فيتامين بي، وادي فيتامين سي، وادي فيتامين ج، وادي ازازه فيها كل الفيتامينات، وما لقيتش حاجه تانية بقى في الاجزخان. شكرا يا عم ابراهيم. عفوا يا بيه. لا مؤاخذه يا بيه. ايه؟ مالك؟ ضارب بوز كده ليه؟ دبيت خناقه مع مراتي، سبتها في الشارع وجيت. ليه؟ حصل ايه؟ حضرتها قلبة دماغي بقالها كام يوم عايزه تزور واحده صاحبتها. اقول لها طب والعيال يا محاسن؟ تقول لي خدهم معايا. طب ما عندها حق، امال هتسيبهم فين يعني؟ عندها حق. احنا خرجنا من البيت يا سيد. يا عيني على اللي حصل. وبعدين حصل ايه؟ قعدنا ساعة بحالها معطرين المرور. ياه؟ حقيقي الناس اتلمت والمرور اتعطل وجه الونش. الونش جه، العيال تعيط وهي تعيط وانا اعيط، اصل انا اشوف الونش اعيط على طول، والعسكري يعيط. الجماهير شافت العسكري بيعيط بقت عنا مندبه في الشارع. وبعدين في الاخر عدينا، قلنا ناخد تاكس علشان عربيتي عطلانه. كل ما شاور لتاكس ما يردش، قال ايه اقصى حموله 5 راكب واحنا 8. 8؟ ليه؟ انتوا كان معاكم حد تاني؟ حد تاني ايه بس؟ مش هي 3 بره و3 جوه، ادي 6 وانا وهي نبقى 8. معلش خد لك بقى حبايتين فيتامين وهدي اعصابك. فيتامين ايه يابا؟ قلنا فتالين، توكسافين، حاجه تريح. الو؟ اهلا يا سونيا، اهلا، وحشتيني. لو كنت وحشتك صحيح كنت زمانك جيت من غير ما افكرك. طب يلا تعال. حبيبتي صعب قوي ان انا اجي. نعم؟ لا اصل اخويا مسعود عيان قوي وحالته وحشه خالص، ولازم ازوره واطمن عليه. مين ده؟ انت؟ ايوه يا فندم. تخلص من مسعود وتطمن عليه وتيجي تشوف حالتي انا كمان وتطمن عليا. اصلك ما تتصورش غيابك بيعمل فيا ايه. ها؟ لا مفيش حسب الظروف. يلا باي باي يا وحش يا ابو قلب قاسي. باي باي يا حبيبي. يا سلام يا اخي، ناس ليها حظ وبتتقل وناس بتقلع وبتاخد على دماغها. لا تقل ولا حاجه يا مسعود. بصراحه بيني وبين نفسي مش راضي على اللي انا عملته ومش عايز استمر فيه. احنا بنهرب من مشاكل صغيره بجريمه اكبر. انت عارف احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي بيدمن المخدرات عشان يهرب من مشاكل. في النهايه هو بيضيع وبتفضل مشاكله زي ما هي ويمكن بتزيد. انتوا هتحيروني ليه؟ هو عايزك تقول لي حاجه وانت تقول لي حاجه، ما تفهموني. هنطلق ولا ما نطلقش؟ نخون ولا ما نخونش؟ اخلف ولا ما اخلفش؟ وانا مالي يا اخي؟ ما تفكر انت، دي مشكلتك. انت لازم حد يفكر لك. انا لو كنت بعرف افكر كويس وبعتمد على نفسي ما كنتش اتجوزت، ولما اتجوزت ما كنتش خلفت، ولما خلفت ما كنتش اخلف 3 بره و3 جوه. انت متاكده انه سافر لندن؟ طبعا، ده جاب لي حاجات كتير قوي معاه. ما هي الحاجات دي ماليه شارع الشوارب. قصدك ايه؟ عملها معايا الملعون جوزي نمره 5. بس حضرتك قلت لي قبل كده انك كنت متجوزه 4. لا الخامس ده ما تحسبش لانه ما طولش، اسبوعين والثالث كنا عند المأذون للطلاق. كان يقول لي رايح دمنهور عشان شغل واظبطه في الزمالك. واكموا بس انا اللي جايبه له تذكره الطياره وتاشيره السفاره بنفسي. التاشيره ملهاش قيمه والتذكره يقدر يرجعها.
ويقبض فلوسها. طب وهتأكد من الحكاية دي ازاي؟ من شركة الطيران يا حبيبتي، عندهم كشوف بكل الأسامي اللي سافروا. هي مالها النهارده كده؟ والمصيبة يقول لي طول ما أنا في لندن بفكر فيكي، مفيش في الدنيا كلها واحدة زيك، وأنا بتغفيل يا صدقه. لذيذة قوي الشوربة يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حبيبي، بالسم الهاري. ضحكتها صفرة، أكيد وراها حاجة. معلش، هستحمل لحد ما أعرف أنت ماشي مع مين، وبعدين الصبر طيب. دوقي دي من إيديا يا حبيبتي. الله، تسلم إيديك يا حبيبي. وتسلم الإيدين اللي عملتها. والإيدين اللي نولتهاني يا روحي. كلام هيخوف. الحمد لله. تستاهل الحمد. نقوم بقى. نقوم يا حبيبي. وننام بقى. وننام يا روحي. حبيبتي، انت في حاجة مضايقاكي؟ مضايقاني أنا؟ معقولة اتضايق وجوزي حبيبي معايا؟ صحيح، مش معقول. انت بقى في حاجة مضايقاك؟ معقولة اتضايق ومراتي حبيبتي معايا؟ مش بقولك كلامك بقى يجنن اليومين دول. خليك عاقل يا مسعود. المرة اللي فاتت قلعوك البدلة ومشوك، شوف بقى المرة دي يمكن يقلعوك ايه. حلو، وانا تعبان عايز اجدد نشاطي زي هوبنز ما بيقول. طب ما علقها واروح بيها شقة واحد من اصحاب العزاب كده ابقى ضامن هدومي. قدامك ساعة واحدة بس، لحسن امي راجعة من البلد. شكرا يا ابراهيم. اسمع، اوعى البنت دي تلطش حاجة من الشقة. يا جدع عيب، دي بنت ناس، بس الزمن هو اللي غدار. في برضه بنت ناس تعمل كده، دي اسطوانة كلهم بيقولوها. بقول لك ايه، الاقيش عندك شوية ويسكي في الدولاب جوه. شكرا يا ابراهيم. شوية مزة كده، حتة لحمة، شوية بطاطس. في المطبخ. شكرا يا ابراهيم. شوية تلج، شوية صودا في التلاجة موجودة، يعني عشان تبقى المساء النايمة في الدور. يا خرافي، شوف مكسوفة ازاي. باقي من الزمن 57 دقيقة.
يخرب عقلك. ده انت بتشربيه زي ميه الطرش. ما هم الاتنين بيفتحوا النفس. بقول لي يا جميل، نعم. باقي من الزمن 40 دقيقة. كمان كاس. هتقعد كده كتير؟ ها؟ لتاني مرة تبقى هنا ومش معايا. ازاي مش معاكي وانا قاعد جنبك؟ أنا عايزة عقلك وقلبك هما اللي يكونوا جنبي ومعايا. الحقيقة يا سونيا، قلبي وعقلي دول هما اللي تعبني. ليه؟ حاسس اني بظلم منى وبظلمك، وفي الاخر لا هقدر اساعدها ولا هقدر اساعدك، لان اللي بنعمله ده بيعقد حياتنا وبيزود مشاكلنا. بقول ايه؟ باقي من الزمن 39 دقيقة. كمان كاس. ازازة الراجل اتفرقعت. انت بتحبها يا ممدوح؟ ما تنسيش ان في 10 سنين بينا، وزي ما كان في عشرتنا ايام صعبة كان فيها برضو ايام حلوة. بس انت فهمتني انك تعبان من غيرتها وانك بتفكر في الطلاق. في ناس كتير بيحبوا بعض اتطلقوا عشان ما يقدروش يفهموا بعض. الحب بدون تفاهم ما بيدومش. من اول يوم اتقابلنا فيه في الاوتيل حسيت انك مش هتكون ليا يا ممدوح. سونيا ارجوكي ما تفهمنيش غلط. انا مش زعلانه، بالعكس انا بكون فرحانه لما احس ان لسه في الدنيا راجل ممكن يضحي عشان مراته وبيته، لاني تمنيت انه يكون لي راجل بالشكل ده. يا ريت تقدري تبني لنفسك حياه مستقره مع واحد تحبيه ويحبك. صدقني انا خلاص حياتي ما بقتش مشكله لاني اتعودت عليها، لكن انت خساره. لازم ترجع لمنى، وعشان تضيع غيرتها لازم تحس بالثقه فيك وفي تصرفاتك. صدقني انا ست واقدر احس باحساس الست اللي زيي. سونيا انا مش عارف اشكرك ازاي. مع السلامه. مع السلامه. بتحب العيال يا مسعود؟ في حد في الدنيا ما يحبش العالم يا حسن؟ تعرف يا مسعود امبارح ماما كانت زعلانه مني. ليه؟ عشان لسه ما خلفناش. يا نهار اسود، احنا لحقنا؟ ده احنا لسه في شهر العسل. والنبي مسعود عنده حق، ده انا كده لخمت نفسي وخسرت صحتي وحريتي. يا عبيط اسمع كلام امك، مفيش حاجه تربط الراجل بمراته قد العيال. وليه ما يكونش اللي يربط الراجل بمراته الحب والعيشه الحلوه؟ العيال نعمه من عند ربنا محدش يرفضها. يا ست هانم النعمة لازم الواحد يراعيها ويصونها، ولما هيبقى عندي دستتين عيال لا هعرف اصونهم ولا اراعيهم. الحكايه مش بالعدد، 2 جدعان زيي ابرك من دسته هايفه.
لسه زعلان مني يا حبيبي؟ خلاص اوعدك بعد ما اخلف مش هجيب ولاد تاني. تخلفي ما تخلفيش ما بقتش مشكلتي، بقت مشكلتك انت وامك وابوكي. ايه ده؟ طلقتني يا مسعود؟ انا طلقت الدنيا كلها، انا ارتكبت جريمه، انا كنت في شقه مع واحده وماتت. ايه ده؟ بتخوني يا مسعود؟ اعمل ايه؟ زهقتوني في عشتي، ما بقتش عارف انا بعمل ايه. قلت اجدد نشاطي زي ما كل الناس بتجدد نشاطها، لكن على راي المثل قليل البخت لا عزرائيل قدامه. اخصى عليك وجيلي ما انا قاعده انت يا واحده في البيت ده. اكيد البوليس. الو؟ ايوه يا ابراهيم، انا عارف انت هتقول ايه. لا ما يهمكش، انا هروح اعترف للبوليس انك انت بريء. واسمع، وصيتك العيال ولاد يا ابراهيم، وابقى قوي محامي كويس مش لخمه زي. انت يا راجل مش هتبطل التهريج بتاعك ده، تسيبها لي مغمى عليها في الشقه وتمشي. براءة! انا طلعت براءة! انا طلعت براءة محاسن! محاسن مش كده محاسن، ده انا جوزك اللي بيحبك. محاسن محاسن، ده انا بحبك يا محاسن. ما تخافوش ما تخافوش، ماما هترجع تاني ومحدش فيكم هيبقى نشال. ما تحركوش من هنا، انا راجع لكم تاني. انت بالذات ما تحركش من هنا، هو هتركب اتوبيس، فاهم؟ طب نتفاهم، طب نتناقش. يوه مش كده ابدا يا منى. صحيح انا غلطت، لكن انت كمان غلطتي، وانت اللي دفعتيني لكده. منى ارجوكي، منى اسمعي كلام. منى ارجوكي افهميني. منى انا اسف، منى حقك عليا، مش هعمل كده تاني صدقيني. يا خرابي يا خرابي، قمر 14 يا اخواتي. عزت يا ناس يا عالم يا هو، عايز اقعد مع مراتي حبيبتي، روحي شويه. معلش يا عزت، شوف مين على الباب. هتوحشيني يا روحي. وانت اكتر. محاسن. الله 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 الله، ايه مالك يا محاسن مش مغلطه ليه؟ يا نهار ابيض، ثانيه الحقيني يا ثانيه. ايه سلامتك يا حبيبتي؟ ايه مالك؟ مسعود الخاين المجرم كان بيخدعني ويغشني وبيعرف ستة غيري. اخس الله يكسفه، في راجل في الدنيا يقبل على نفسه يخون مراته؟ لعنة الله عليه في السماء والأرض. طب بس ما تعيطيش. لا هعيط، انت تعبانه وحامل. خش انت يا محاسن استريحي جوه مع ثانيه ولا يكون عندك فكر. انا قلت ابات عندكم الليله لحد بكره ما اروح لبابا وماما في البلد. مش ممكن اعيش معاه بعد كده، مستحيل اخليه يشوف وشي، لازم اتطلق. ايه طب بس يا حبيبتي تعالي استريحي وهدي نفسك، تعالي. الله منى. الله لا لا ايه مالك؟ الله يا ثانيه الحقيني تاني. لا 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 ايه الحكايه يا عزت؟ يظهر العيله هتعزل عندنا. شفت ممدوح عمل فيا ايه بعد السنين دي كلها؟ الله ماله هو كمان؟ طلع خاين وغشاش وبتاع ستات زي ما كنت عامله حساب. هو كمان؟ اخس لعنة الله عليه في السماء والأرض، هذا عالم يستحق الذبح. طب والله العظيم ما تضايقش نفسك انت يا حبيبي. حبيبتي أنا لا أطيق أن أرى رجل خاين أو أسمع عن رجل خاين، أعصابي بتتعب، دمي بيشيط. ايه معلش يا حبيبي. انت حاجه تانية يا استاذ عزت. تعالي يا حبيبتي استريحي. انا اسفه اذا كنت ضايقتكم، بس انتوا اقرب ناس ليا في مصر. انا بكره الصبح هسافر عند بابا وماما ومش هخليه يشوف وشي بعد كده تاني. انا لازم اتطلق. طب تعالي دلوقتي. دي بنات اتنيلت على الآخر. اعمل حاجه يا عزت، دول برضه ولاد عمك وانت كبير. ولاد عمي انما دول شبان طايشين مش محترمين. معلش لازم تتصرف. المهم شفت جوزك انت يا جميل،
اخر احترام، اخر اخلاص. انا بثق فيك يا عزت اكتر ما بثق في نفسي. انا فلتة من فلتات القدر والله، انا مصيبة لوحدي. يا ترى مين تاني؟ تلاقيها مرات عمي جاية من اسكندرية تتطلع عندنا. يا ساتر يا رب. ما احنا فاتحينها مطلقة بقى. خشي لا يكون حد غريب، انا بصراحة بغير عليك. حاضر. ايوه يا سيدي ايوه. محاسن محاسن منى محاسن منى 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 محاسن منى محاسن منى عندك محاسن عندك. ايوه احنا قلنا كده برضه. انت عرفت ان احنا كشفنا وهم عايزين يطلقوا؟ يلا انتوا كمان من زمان كنتوا عايزين تتطلقوا، وكويس انها جت منهم مش منكم. ايوه بس احنا لما نحب نطلق بكرامتنا، مش نتطلق بفضايح. كده ولا كده، ما هو كله طلاق. اسمع ما اقول لك، انت زي ما نيلتها تصلحها، والا وديني افضحك قدام مراتك انت والزفت هوبز بتاعك ده. بتهددني بعد كل اللي عملته عشانكم. معلش كله عند الله. انا اللي استاهل. حقيقة يا محاسن انت ومنى مش عارف اقول لكم ايه، بعد ولاد عمي ما طلعوا سفله واندال بالشكل ده. لكن كل اللي اطلبه منكم انكم تنسوا اللي جرى لحظه واحده، وتفكروا معايا بقلوبكم الرحيمه في عليا اختهم اللي فرحها بكره. مالها عليا ومال حاجه زي دي يا استاذ عزت؟ يكون ايه موقفها لما تعرف ان بيوت اخواتها اتخربت ليله فرحها؟ يكون ايه موقف العيله كلها قدام العريس لما يعرف ان عيلتنا عيله صدمانه وهفتانه وجربانه وسمعتها زي الزفت؟ بس اللي حصل منهم شيء فظيع يا استاذ عزت. انا معاكم انهم ارتكبوا جريمه، لان مفيش ابشع ولا اشنع من ان الراجل يخم مراته. لكن انا بنادي فيكم الاصل الطيب والقلب الكبير، وبقول باعلى صوتي: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا عمي وطنط، ارحموا عليا المسكينه، ارحموني انا المسكين اللي الظروف كتبت عليه اكون ابن عمهم. معلش يا استاذ عزت، معلش يا استاذ عزت، ما تعذبش نفسك، احنا تحت امرك. ايه اللي انت عايزه؟ كل اللي انا عاوزكم تأجلوا الطلاق 24 ساعة وتداروا ولا كأن حاجة حصلت، وتدخلوا الفرح وايديكوا في ايدين جوازكم، وابتسامتكم الحلوة اللي هتنور الفرح دي مرسومة على وشوشكم الجميلة. بس على شرط بعد الفرح على طول نتطلق. لا صدقوني، لو انتوا ما طلبتوش الطلاق انا هطلبه واصر عليه، لاني لا يمكن اوافق انكم تعيشوا مع هؤلاء المذنبون اعداء الشرف والانسانيه. من فضلك يا ريس لو سمحت، ممكن تزود لنا هنا نور شويه كمان؟ من عناية استنى. ما كفايه نور يا بنتي، عدادات الكهرباء هتفرقع. وكفايه ليه؟ وانا وحشه وخايفه لا النور يبين وحشتي؟ العريس على التليفون يا ست علي. منصور حبيبي. شايفه يا ماما بوحشه قد ايه؟ بين المكالمه والتانيه مفيش 10 دقايق. ايه بتجري كده ليه؟ منصور طالبها في التليفون يا اخويا. في ايه تاني؟ انا عارفه. الو منصور يا حبيبي، ازيك؟ عامل ايه؟ طيب قولي، انت مش مهزوز كده ولا مضطرب ولا حاجه؟ اتهز ايه يا حبيبتي؟ ده قضاء وقدر لابد منه، وانا سعيد جدا ان قضايا جاء على ايديكي. كلامك يجنن يا منصور، ده انت كلك تجنن. يا سلام، امتى بقى الدنيا تليل ويجي الشيخ مأذون ويكتب كتابنا ويعلي جوابنا؟ المهم المعازيم اللي من عيلتنا زادوا 6 تاني. ايوه غير ال 11 وال 14 وال 8 اللي زادوا قبل كده. تعملوا حسابكم تزودوا الاكل، لحسن عيلتنا اكيله مساريع. ولا يهمك يا حبيبي، ان شاء الله يزيدوا 100. باي باي، ما تتأخرش. ايه في ايه؟ سامعاكي بتقولي ان شاء الله يزيدوا 100. اصل ضيوف منصور يزادوا 6. 6 تاني؟ والله الراجل ده ناوي يجيب خبري. يا بنتي ده احنا بالطريقه دي على بال الدنيا بتايل يكون عزم البلد بحالها. ممدوح ابني، الحمد لله على السلامه يا ضنايا. اهلا، ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا طنط. مبروك يا علي. ايه مالكوا يا حبيبي؟ انتوا تعبانين من حاجه؟ لا مش سفر بس. خش يا ابني استريحوا في اوضتكم علشان لما يجي بالليل تقدروا تسهروا وتفرفشوا معانا. يلا يا اخويا يلا.
مرزوق ايه؟ دول باين عليهم زعلانين. انت هتزعلهم بالعافيه. طيب الو. ايوه منصور. ايوه يا ابني انا حماتك، قصدي حماك. خير في ايه؟ زادوا تاني؟ مش معقول كده يا ابني، هي جنينة الشاليه هتسقي ولا ايه؟ الحمد لله ان الشاليه على البحر وقدامنا الميه واسعه، بس حضرتك تعمل حسابك بقى وتنزل تشتري لنا شويه مايوهات رجالي على حريمي على اطفال جميع المقاسات، عشان المعازيم اللي هينزلوا الميه. واوعى تفتكر يا عمي ان انا داخل على طمع لا سمح الله، ما انا عارفك. مع السلامه. والله لبيعكم اللي وراكم واللي قدامكم. ايه اللي عملتيه ده؟ مش عايزه اي حاجه تفكرني باليوم ده. يا منى مفيش داعي للكلام ده. خلاص. خلاص ايه؟ الحمد لله. كلها كام ساعه نستحملهم بالطول ولا بالعرض لحد اختك ما تتجوز، وبعد كده كل واحد يروح لحاله ونطلق. لا، وعلى ايه نستنى كام ساعه دول وتحمليني جمايل؟ لا، انا هبعد من دلوقتي. يكون احسن. احسن ايه؟ ماما. ماما مالك؟ اقعدي اقعدي. مالك يا ماما؟ ايه يا ولاد اللي سمعته ده؟ لا لا ما فيش حاجه. بس اسكت انت. ايه يا حبيبتي مالك؟ قولي لي انا زي مامتك. بيخوني معاه ستات يا لا 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 مش عايزه كلام كتير. ما هو روح اقعد يا ابوك وسيب لي بنتي حبيبتي اعرف منها كل حاجه. ايه من فضلك ما ترزعش شنطتي كده. انا رميت الاتنين مع بعض، صميلي شنطتك مش احسن من شنطتي. انت رزعتها بالعند. انا ما رزعتهاش، انا كل اللي عملته كده اهو، كنت واقف كده اهو ورحت عامل كده اهو. وكمان بترزعها تاني؟ ما تبطلوا خناق بقى. مالكم؟ زعلانين ليه يا ولاد؟ شفت يا عم اللي عامل ازاي؟ شوفي بقى، احنا جايين هنا في مهمه نقضيها من سكات ونخلص، انما هتقعدي تشتغل على الراجل الطيب وتعيطي له وانا كمان مش حاسس، هتكلم وهتبقى العمليه مش هي. ايه ولا مش كده؟ حد يعمل مرضى بالشكل ده؟ تعالي يا حبيبتي معايا. ايه ده يا اخي؟ الله، مش تداري امورك شويه وتخليك عاقل؟ اعصابي فلتت. وانت حد عرف عنك حاجه؟ امك كانت بتتصنت علينا وعرفت كل حاجه. طول عمرها كانت بتتصنت علينا، انا عارف انا. وانت اشمعنى ما عرفتش تداري امورك؟ ولا هي لماضه يعني وبس؟ ابوك يقول لي يا ولد وانت تقول لي خليك عاقل. مفيش حاجه مالها في البيت ده غيري ولا ايه؟ مرزوق تعال شوف مصيبة ابنك الكبير. تعال انت شوفي خيبة ابنك الصغير. الدكتور داير على حل شعره مع كل واحدة شوية. والمحامي سرق هدومه وداري بيعزق فلوسه على الستات وسايب عياله. ومنى مصممة على الطلاق. ومحاسن كمان. محاسن؟ محاسن مين يا راجل انت؟ محاسن مين؟ مرات ابنك مسعود. هما جم. وما انا بقول لك ايه من الصوت؟ وعايزين يطلعوا بالتلاتة. انا حصارك مش يا وقت مرزوق. ايه يا ماما ايه ده؟ اسكتي بلاش فضايح. جري كده معايا من سكات. على مهلك على مهلك. ايه يا ماما ده؟ ماما ما تصحي يا ماما، هو ده وقت تنامي فيه؟ لا ما انت التاني ها؟ يا لهوي ده انا هجوز واحدة واطلق اتنين. هما مين اللي هيطلعوا؟ اخواتك يا اختي اخواتك. اخواتي؟ ايوه ساكت ليه يا مرزوق؟ ما تتكلم، ما تفكر يا اخويا، ده انت كبير العيله وراسك كلها حكم. اسكتي، ادي لدماغي فرصه علشان اعرف افكر. حاضر يا اخويا، انا هسكت علشان تفكر، فكر براحتك، لك حق. حاضر انا هسكت علشان انت تفكر. امال يا خرابي يطلعوا ازاي؟ قول لي يا اخويا، فكرت اكيد فكرت، قول لي ناوي تعمل ايه؟ منصور حبيبي. شيك قوي مش كده؟ ميرسي يا روحي. انا بتكلم عن نفسي. وماله؟ انا وانت واحد يا روحي. لا 1.5. يا سيدي انا على العرايس الحلوين. عزت ازيك؟ الف مبروك. ميرسي. امال فين سنايا؟ دخلت تقفل الحنفيه. دخلت تبارك لماما. الف مبروك يا علي. ميرسي يا علي. ايه بوس مش هفهم مين سيادته الاول. انا عزت ابن عمها.
وانا منصور خطيبها حاليا وهبقى جوزها بعد شويه. منصور بيه. اسمح لي بدقيقه واحده. اتفضل يا منصور بيه. سيادتك قريت كتاب مستر هوبنز العالم الامريكي المشهور؟ لا. يبقى هنتقابل كتير قوي قوي ان شاء الله. وبيتكلم ايه هوبنز ده بالظبط؟ هوبنز ده اللي هيضمن لك حياه زوجيه سعيده لمده 25 سنه. تأبيدة يعني. ياه. دي عمتي وجيرانها، اما اروح اشوفهم عن اذنك. حضلك. هنا يا عزت وانا هتدور عليك. انا مش عارف يا عمي اذا كنت اقول لك مبروك ولا شد حيلك. انت عرفت يا عزت؟ عرفت يا عمي، مع اني بذلت كل جهدي اني اوقف المذبحه الزوجيه دي، لكن القدر كان اقوى مني. يلا، هي ناس عايشه على بلاوي ناس، ومأذون بيقبض افراح، طلاق، جواز، ما تفهم، محاكم، شهود، فتوات. ما تيجي يا ابني كلمهم كلمتين يمكن ربنا يهدي. طب اتفضل انت يا عم، عشان في صديق انا منتظره ولازم استقبله بنفسي. انا هحصلك. انا عزت ابن عم العروس. وانا نوسه جت العروس شالتني. ونعم الجيرة. ميرسي. ممكن اشوفك؟ مش معقول يا حبيبتي، 88 واحد من عيلتنا ومفيش ولا واحد من عيلتكم. دلوقتي ممكن اعرف اخوكي ممدوح فين؟ اصل بصراحه بقى اتخانق مع مراته وهيتطلق. يا ساتر يا رب، ده فال وحش. طب واخوكي مسعود فين؟ هو كمان اتخانق مع مراته وهيتطلقوا. يا نهار اسود، دول فالين وحشين. طب وابوك وامك؟ هم بقى ما شافوا الحكايه كده اتخانقوا مع بعض ويمكن يتطلقوا. يا نهار اسود ومنيل ده انتوا عيله مطلوقه بقى. عليا الطلاق، ما انا متجوزك. ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى. صدقوني يا بلال، الحياة في كل بيت يوم كده ويوم كده. الله، ودي حلاوتها. حلاوة ايه بس يا طنط؟ بعد ما بهدلونا البهدلة دي كلها. طبعا يا محاسن، اللي عملوه ده ما يتنسيش. اسمعي يا بنتي، مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش، لكن المهم ان الغلط ما يتكررش. انا غلطت في ايه بس يا طنط؟ غلطتي في ايه؟ انك بتغيري عليه قوي. بغير عليه لاني بحبه. ايه بس الغيره زي الملح، مطلوب لكن لو زاد بيضر. طب وانا اللي سايباه على حريته، يخرج ويجي زي ما هو عايز، ولا غلتش عليه، يعمل فيا كده ليه؟ ما انت رخرة يا اختي، لا خمتي ولا خمتي روحك بالعيال، وانت عارفه ان المعيشه صعب وتربيتهم مش بالساهل. كل ده ما يديلهمش الحق يعملوا اللي عملوه. المسامح كريم. لو كنا احنا اللي عملنا كده كانوا سامحونا. دول كانوا علقوا لنا المشانق. معلش يا حبيبتي، معلش يا ضنايا، الراجل لما بيبقى تعبان في بيته بيبقى زي الغرقان ويدور على قشايه علشان يتعلق بيها. حتى لو كان بيتعلق في الغلط ساعتها ما بيقدرش يميز الغلط من الصح، بتبقى سرقاه السكينه. صدقوني انا مش بحميلهم علشان انهم ولادي ابدا، دي تجربه ست كبيره عاشت وشافت وسمعت. يلا يا حبيبتي، يلا يا ضنايا، يلا علشان الفرحه تكمل. يلا يا اختي، اسم الله عليكي، اسم الله يا بنتي، اسم الله. بصراحة بقى انتوا طلعتوا مش ولا بد، غلطتوا وتوبتوا خلاص،
داروا اموركم بقى عشان ما تنكشفوش. تعرف انا في شبابي لما اتجوزت امكم جت رجلي في الغلط مره. انت يا بابا؟ وانا اقول انا طالع شقي لمين؟ اتاري لمرزوق. لا دي كانت واحده جارتنا في الحلميه وبعدها قلت توبه، ومن ساعتها لا من شاف ولا من دري. يا لهوي يا مرزوق، عايش معايا عمرنا كله على غلط. حفيظه عيب مش كده. انا تخوني وتخدعني يا مرزوق. قلت تختشي عيب. ابدا لا يمكن، المأذون اللي هيجوز بنتي لازم يطلقني. كلام ايه ده يا طنط؟ حد يفكر كده برضه؟ سامعين مراتي بتقول ايه؟ ما فيش حد ما بيغلطش. ايوه المهم الواحد ما يكررش غلطه، صح؟ ومراتي انا كمان. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مش عارف. واحد يردك ولا حاجه؟ طلعني حالا يا خاين يا دنيا كداب. الله عيب يا سلامه، ما يصحش اللي بتعمليه ده. الله انت فاهم ايه لا سمح الله؟ انا راجل عندي قيم ومبادئ. كل الحكايه ان الهاني مواسير الميه في الحمام بايظه، قصدتني اصلحها لها. رحت اصلحها، خفت الهدوم تتبل، اضطريت اقلعها. كفايه غش، انا كنت عارفه وساكته من زمان وبقول يمكن يعني، لكن مفيش فايده، الخيانه في دمك. انت عارفه وساكته؟ والله ما انا عدالك. سنية يا سلام. ولا يهمك، انا عندي كتاب بتاع واحد فرنساوي يحل لك مشكلتك دي في ثانيه. انا عندي بقى كتاب بتاع واحد موزمبيقي هيجيب اجلك في ثواني. موزمبيقي؟ انا عندي وصفه ليك حلوه قوي تريحك من الدنيا وبلاويها. وانا بدل ما تضحكوا شوفوا لنا حاجه نلبسها نلحق الوليه. صلح بوابير جهاز حنفيات. يا اخي لا، انتوا مين الاول؟ لا ده احنا الطبلجيه بتوع الرقاصه. ايه ده يا ستان؟ بتبصي له كده ليه ده؟ ها؟ تعرفيه منين ده؟ عيب يا دوح، الغيره بالشكل ده وحش. مسروق ايه؟ ما نفسك